بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معانا في الفيديو ده تلفزيون جولدي 16 بوصة. مشكلة الجهاز إن هو مش جايب صورة على وضع EV ولا وضع استقبال القناة الأرضية، مش جايب نمش. أول حاجة عملتها فتحت الجهاز ونفضته من التراب وبصيت عندنا على IC العمليات، لقيت لحماتها كلها سليمة. عدت لحمات على مدخل اوديو فيديو وبصيت عندنا لقيت في عندنا في الشاسيه شرخ في 3 مسارات، مسار او تراك ال 110 فولت اهوت اللي هو ده اللي هو بياخد خط ال 110 مقاومه، بيكون 15 كيلو، وبتروح عندي هنا على التيونر بتثبت بزنر 30 فولت علشان تعمل معايا البحث اللي هو بتاع اللي هي القناه الارضيه. والنقطه الثانيه اللي هي خط الاي بي ال برضه عملتها هي. والمسار الثالث اللي هو ده اللي هو خط الفتيله. يبقى عندي عملت 3 مسارات، المسار ده والمسار ده والمسار ده، دول كانوا في شرخ هنا عملتهم. وقفلت الجهاز وجربت الجهاز وهو مفتوح اشتغل، قفلت الجهاز ما اشتغلش، افتح الجهاز يشتغل، اقفله ما يشتغلش. فابتديت عندي هنا جبت التنر وغسلت البورده بالتنر، وابتديت اشوف عندي هنا يكون في لحم التانيت، فعندي هنا تراك فاصل اهوت ولكن مش واضح. شايفين التراك ده كده؟ طبعا الموضوع الشروخ او موضوع ان التراكات الفاصله في الشاسيه بيكون صعب جدا جدا، وبيكون اعطال، يعني الواحد ممكن ياخد وقت طويل جدا على ما يوصل للعطل. ده كده خط الارضي اهوت، ده خط الارضي، وده كده خط الاي بي ال. الفكره كلها ان خط الارضي عندي هنا فاصل على الترشيح. في عندنا مكثف اهوت، مكثف بيرشح خط الاي بي ال مع الارضي. المكثف ده بيكون طبعا مكثف بدون قطبيه اهو. هذا الشاسيه كده نشوف مع بعض كده المكثف ده. المكثف اهو ده كده مكثف اللي هو بينعم خط الاي بي ال مع الارضي. المكثف ده علشان الطرف الارضي فاصل بيخلي الجهاز ما يجيبش صوره. يعني كل الفكره ان المسار ده عندي يعتبر مش شغال. شايفين المسار ده او التراك ده؟ في عندي شرخ هنا اهوت، والشرخ ده ما كانش واضح. بعد ما غسلت بالتنر الشرخ واضح. نكبر الصوره نشوف مع بعض كده. كده واضح اهوت عندي هنا الشرخ اللي في المسار اهوت او في التراك ده كده واضح اهوت. موضوع الشروخ او موضوع المسارات الفاصله دوت بيكون موضوع مهم جدا جدا في الاجهزه. لو جبت الملتيمتر وضع الصفاره او وضع الجرس، وجيت عند نقطه الارض اهيت مع النقطه دي اللي احنا لقيناها فاصله هنا كده، ماشي التراك ماشي هو رايح هنا كده اهوت، الاقي عندي ايه اللي يحصل كده؟ الجهاز شغال اهوت. النقطه دي المفروض انا ماشيه كده، التراك ده ماشي كده اهوت اهو، ماشي كده اهو ورايح كده اهو على النقطه دي اهي. شايفين عندي هنا ايه اللي حصل؟ مش مدي ارض اهوت اهو. شايف لما بحرك كده الشاسيه اللي يحصل التوصيل بيروح ويفصل. دي سبب المشكله اللي مخليه الجهاز مش جايب صوره. هجيب بكوت اللحام واجيب مفك عادة كده واجرح عندي هنا التراك دوت كده، ممكن بقطعة سلك بقى. يعني يفضل ان ما احطش قصدير بسط، يفضل ان احط قطعة سلك بقصدير، علشان القصدير بس ممكن يفصل برضو لاي سبب. فيفضل في المسارات او التراكات الفاصلة ان اجيب قطعة سلك شعر واوصلها والحمها في المسار في الاول وفي الاخر، او قبل القط قبل الكسر وبعد الشرخ. قبل ما الحم سلك طبعا برضو ببيض عندي هنا التراك بقصدير عشان يقبل معايا اللحام. قطعة سلك اهيت بقى، وامشي كده على التراك في الجنب ده واقطع واقطع سلك الشعر. اي من اللحام فاصل اعمله نفس الطريقه دي، ما ينفعش الحم بقصدير بس. كده احنا حلينا المشكله. هقفل بقى الشاسيه زي ما كان ونشغل التلفزيون ونشوف مع بعض الصوره. كده الجهاز بعد ما قفلته كده وضع القناه الارضيه، نضغط كده زر الفيديو كده. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. صدق الله العظيم. كده احنا وصلنا للعطل اللي في الجهاز. طبعا انا شريت عطل مع حضراتكم علشان اول سبب لما يكون الجهاز شغال وفي الصوره نشوفه يبقى موضوع شروخ في اللحامات في المسارات او لحامات فكه وخط الاي بي ال. بكده نكون وصلنا للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.